يا صباح الورد والفل عليكم، عاملين ايه اخباركم؟ كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة والناس كلها طيبة وسعيدة وفرحانة ومبسوطة وبصحة وبخير وبسلام. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ بصوا، هعمل لكم بقى البيدي فور بمكونات بجد مظبوطة بالملي. يعني ولا هيطلع ان هو ناعم قوي زي الغريبة، ولا هيطلع ان هو ناشف ويضايقنا كده واحنا بناكله. بجد خطير، لا تقولولي بقى اعظم المحلات ولا احسن المحلات. انتوا لو جربتوه اصلا هتدمنوا الطريقه دي ومش هتعرفوا شايفين تعملوا غيرها. القمر؟ شايفين حلو ازاي؟ بجد تحفة. بصوا بصوا، خطير. عايزة اكسرها لكم كده عشان تشوفوا. بصوا، حطوا من جوه شوكولاتة وجربوه، احلى بكتير من المربى. بجد تحفة، حلو جدا، ريحته خطيرة، طعمه حكاية. بجد هيعجبكم جدا. يا ريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان هما كمان يعملوا القمر ده. وكل سنة وانتم طيبين، ويلا بينا ندخل على الطريقة بمنتهى السهولة. وبجد ما فيهاش اي حاجة صعبة، هتعجبكم جدا بإذن الله. بصوا بقى، اول حاجة هحط 3 كوبايات من السمنة، ايا كان بقى نوع السمنة اللي عندك، سمنة نباتي، سمنة صعيدي، سمنة فلاحي، اي حاجة. هنحط منها 3 كوبايات. تمام تمام كده خلاص، حطينا اهو 3 كوبايات السمنه. انا عملت شويه سمنه صعيدي على سمنه نباتي عادي. لو ما عندكيش صعيدي تقدري تعمليها كلها نباتي. انا كنت بعمله بنباتي وكان بيطلع برضو حلو. بصوا بقى، هعمله بالمضرب الكهربائي، لو مش عندكم تقدروا تعملوها عادي بايديكم. تمام، بصوا هعملها كلها وارجع لكم عشان الصوت. كده بصوا، ضربناها لحد ما بقى لونها ابيض كده زي ما انتم شايفين. تمام، بعدين هحط بقى 6 صفار بيض، يعني هشيل منهم البياض خالص واحط الصفار بس. زي ما انتم شايفين كده، هشيل البياض خالص واحط 6 صفار بيض. تمام، و3 بيضات كاملين، يعني 6 صفار بس و3 بيضات كمان كاملين. اهو كده حطينا خلاص 6 صفار. هحط بقى 3 بيضات كاملين. تمام، يا ريت طبعا يكون كله بدرجة حرارة الغرفة، ما يبقاش ساقع ولا اي حاجة. هحطهم وارجع لكم. هحط كمان حوالي نص معلقة شاي من الفانيليا اهو. وبعدين برضو هضربه بالمضرب. تمام، هضرب وارجع لكم. تمام كده ضربته اهو زي ما انتم شايفين. هحط بقى 2.25 كوباية سكر. يفضل طبعا ان هو يكون سكر بودره. تمام، انا ما عنديش سكر بودره فضربته في الكبه كده شويه، هو ولا بودره قوي ولا خشن قوي. بصوا شايفين؟ بس كده كده هيتضرب بالمضرب بالكهرباء، يعني هيسيح شويه. تمام تمام اهو. بصوا كده خلاص ضربته بالمضرب، ضربته كويس. هقول لكم بقى على مكون هنحطه بجد هيخلي طعمه مقرمش جدا، وهيديله طعم حلو قوي ولون حلو. تمام، هحط حوالي 1.25 كوباية من الكاستر. تمام، هنضربهم برضو بالمضرب اللي بالكهرباء. تمام، وبعدين بقى هنحط الدقيق والمبودر. عايزه اقول لكم اعتمدوا الطريقه دي بجد، ما تقلقوش منها نهائي، بتطلع مظبوطه حلوه قوي بجد. احنا معتمدين الطريقه دي من عايزه اقول لكم انتوا لما هتجربوها هتبطلوا اصلا تشتروا من بره، ولو اشتريتوا مش هيعجبكم، مش هيعجبكم زي دي. جربوها وعلى ضمانتي. بصوا بقى هنعملها كده. تمام، نقلبها مع بعض كويس. هقلبها كويس وارجع لكم. اهو بصوا كده انا قلبته كويس. تمام، هحط له بقى دلوقتي، المفروض ان احنا بنحط 9 كوبايات من الدقيق. تمام، بس انا بحط 8 وبخلي التاسعة جنبي، بزود منها شويه شويه، احتجت حطيت، ما احتجتش خلاص. تمام، هوريكم بعد كده القوام اللي انا هحتاجه هيبقى عامل ازاي. اهو كده هبدا بقى ان انا احط الدقيق. تمام، هحط 8 كوبايات وهخلي التاسعة جنبي. تمام، هعجن بقى وبعدين اشوف بقى انا محتاجه تاني ولا لا. محتاجه تاني هحط، مش محتاجه خلاص. هحط كميه الدقيق كلها وارجع لكم. اهو بصوا انا كده حطيت ال8 كوبايات. تمام، انا عارفه ان الطبق صغير طبعا على الكميه اللي انا عاملاها دي، بس ما عنديش للاسف طبق اكبر منه. هحط بقى معلقتين من بودر.
بس. وبعدين هقلب، وبعدين بقى هعجن بايدي. تمام اهو. بصوا كده انا عجنتها. بصوا. حاضر يا ميراي. بصوا عامله ازاي، ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين اهو اهو. تمام. وقبل ما بنحطها طبعا في المكنه وقبل ما بنعملها بنعجنها كده بايدينا علشان تسخن وتتشكل معانا. تمام. شايفين اهي. انا كده ما احتاجتش اصلا الكوبايه التاسعه، انا حطيت كده 8 بس، ما احتاجتش من التاسعه اي حاجه. تمام. بصوا اعملوها بقى باي اشكال عندكم. عندكم المكنه بتاعه البيجي فور اعملوا بيها، مش عندكم اعملوا اي اشكال بايديكم، بالشوكه او بالالعاب بتاعه الاولاد، اي اشكال عندكم تقدروا تعملوا بيها. بصوا بقى اول صينيه طلعت اهي، والريحه ماليه البيت. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بصوا تحفه. انا مش عارفه امسكها، سخنه مولعه. حلو جدا، الريحه فظيعه، مقرمش. بصوا بجد حلو قوي. هيبرد واوريهولكم. تمام. شايفين بقى الاشكال الحلوه والجمال، بجد اتفننوا بقى يعني. بصوا ده عيد وكلنا فرحانين والدنيا كلها مبسوطه، نتفنن بقى في الاشكال اللي احنا هنعملها. هدخلها الفرن واوريها لكم. بصوا بقى خلصنا الكميه كلها زي ما انتم شايفين. شايفين الحلاوه بجد تحفه. وعاملين بقى اشكال كتير، في اشكال تحت بصوا، اشكال نجوم وكده. شايفين في قلوب، بجد تحفه حلوه قوي قوي قوي. شايفين لونه. بصوا بقى في خطوه كده، لو انتوا بتعملوها بالمكنه حسيتوا ان هي ناشفه معاكم او بتقطع او العجينه جامده كده معاكم، تقدروا تزودوا لها يعني 3 4 معالق لبن دافي. تمام. زودوا معلقه معلقه وشوفوا لحد لما تبقى العجينه طريه معاكم. ما تزودوش ولا سمنه ولا دقيق، زودوا لبن. تمام. شايفين بجد حلو جدا. هنعمله بقى بالشوكولاته، مسيحين اهو شوكولاته. تمام. وهنعمله. بصوا انا بحب يعني اعمل الاتنين بيجي فور كده في بعض، مش بحب اعملهم بالمربى، بحب اعملهم بالشوكولاته، بيخلوه مقرمش اكتر ومقرمش فتره طويله. المربى بتخليه يعني شويه كده وبيبقى طري. جربوه بالشوكولاته هيعجبكم جدا. شايفين القمر؟ شايفين حلو ازاي؟ بجد تحفه. بصوا بصوا خطير. عايزه اكسرها لكم كده عشان تشوفوا. بصوا حطوا من جوه شوكولاته وجربوه، احلى بكتير من المربى. بجد تحفه حلو جدا، ريحته خطيره، طعمه حكايه. بجد هيعجبكم جدا. يا ريت لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان هما كمان يعملوا القمر ده. وكل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا ندخل على الطريقه بمنتهى السهوله، وبجد ما فيهاش اي حاجه صعبه، هتعجبكم جدا باذن الله.